بص الصينيه اللي قصادك دي كده، الصينيه اللي قصادك ديت معموله من حاجه اسمها الكونكريت. الكونكريت دي ماده عامله زي الرخام بالظبط، نقدر نشكلها زي ما احنا عايزين ونلونها زي ما احنا عايزين. سعرها رخيص جدا، سعر الكيلو 55 جنيه. احنا صبينا الصينيه ديت بطريقه ذكيه جدا جدا، حطينا في النص ريزن اللي هو بيبقى عامل زي الازاز، والريزن دوت نقدر نضيف عليه حاجات كتير جدا. دمجنا الاثنين مع بعض عشان الريزن سعره غالي شويه والكونكريت سعره رخيص جدا. لما الاثنين دخلوا مع بعض عملوا شكل حلو جدا، مبهر، شيك، ظريف، انيق، ومش مكرر، وفي نفس الوقت سعر القطعه بتاعنا كان رخيص جدا. طيب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان انت كمان تقدر تعمل كده، ومش بس في مجال الريزن والكونكريت، انت تقدر تعمل كده في الديكوباج والجلد والاكريليك بورينج وانواع كتير جدا جدا من الفنون. لما تدمجها مع بعض هتطلع شكل جميل جدا مختلف مش موجود، وهتبقى بتنافس نفسك، لان انت لما تسيب نفسك لخيالك هتقدر تدمج الفنون دي كلها مع بعض. عشان كده انا عملت لك حاجه اسمها عصير الفنون، بدي لك 7 كورسات مهمين جدا هتقدر بعدها ان انت تدمج الفنون دي كلها مع بعض وتطلع منهم منتج جديد ومختلف تماما. الحلو بقى ان انا مصور لك الكورسات دي بطريقه كانك واقف قصادي بالظبط، هتقعد معاك لمده سنه كامله تكررها اي عدد مرات انت عايزه، واقول لك فيها كل التريكات المهمه، تبدا منين وايه الخامات اللي انت هتحتاجها وازاي تصب وتفنش وتلون وتدمج وتعمل حاجات كتير جدا جدا. فلو الفكره دي عجبتك تقدر تخش على اللينك دوت، هتلاقي فيه كل التفاصيل اللي انت محتاجها. اول لما تشترك هتلاقي الكورسات دي اشتغلت معاك، هتقعد معاك لمده سنه كامله. ولو عندك اي سؤال او استفسار هتلاقينا موجودين بنجاوبك على كل اسئلتك واستفساراتك اللي انت محتاجها.